في ديربي النيل، هذه المرة بتوقيت موريتانيا. هنا الهلال الذي يتحدث فرحا باسم السودان في زمن تعثر فيه الفرح قليلا. إنه فسحة من الأمل ولون آخر من ألوان قسمات وجه السودان الذي لن ينقسم، بينما ترتجف لوحة الملعب بكتابة اسم الأهلي أفضل وزراء خارجية مصر والثابت الوحيد في هذه القارة ما بين كل المتغيرات، المترف في خزائنه والباحث عن قصة جديدة. تواجده في الدوري الموريتاني. عموما تشكيلة الفريقين بنفس الأسماء. يبدأ مارسيل كولر هذا اللقاء مما كانت عليه الأمور في المواجهة الماضية أمام الهلال. مصلحة الأهلي ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المرمى الإيفواري هو من يتواجد في حراسة مرمى. الكرة بمحاولة ملعوبة أهلاوية داخل منطقة الجزاء، والتصديات هنا ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضي لمحاولة لمصلحة نادي الهلال. انطلاقة من الجهة اليمنى، أبعد سلبيا في يوم درمان، وبعد ذلك كان الانتصار أهلاويا في القاهرة. عرضية هلالية سهلة عند حارس المرمى محمد الشناوي. أكثر اللاعز الذي يحل ضيفا على الجيش المغربي المقام. وغدا تستقبل المباريات بلقاء أورلاندو. كرة بانطلاقة لمصلحة الهلال، تغطية خروج في التوقيت المناسب، ابعاد اليوم، وبالتالي نشاهد هذا العدد الحاضر في مدرجات هذا بشكل مثالي جدا عن طريق إمام داخل منطقة الجزاء. تسديدة بعد ذلك من وسام، لكن كرة تحولت إلى خارج هذا اللقاء. كرة بالخطأ هلالية تحولت في الجانب المقابل، تسديدة قوية جدا غير صاحب 21 سنة حارس مرمى، مرتدة لمصلحة الهلال. كرة بتسديدة من مسافة من جديد تصل لمصلحة وسام داخل منطقة الجزاء. لكن نادي الأهلي لأن تاريخيا الهلال 7 لاعبين. يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت الكرة الماضية من أمام الجميع، ولكنها لا زالت هلالية. لا يلعب كرة أمامية إبيولا، لكن الشناوي يتدخل الإضافية، وعن هدف يأتي بتعادل لمصلحة الأهلي. لا زالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. عادت من جديد، تسديدة تأتي لكن تغطية وإبعاد. الضغط يستمر والمحاولة حاضرة والتسديدة موجودة بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية المباريات. دوري أبطال أفريقيا في الأدوار الإقصائية، هذه الأدوار ومن خلال أحداث هذه البطولة، ويسعى بكل تأكيد لطريق أشرف. وصلت إلى أجراديشار، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن أيضا ترى على مستوى لقاء الفريقين هنا في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هنالك على أرضية استاد القاهرة الدولي. انتهى بهدف. لاعبين أجانب يشاركون ويتواجدون على مستوى هذه المواجهة هنا أمام النادي. أحل الظلام ودخل وقت المغرب. الأسماء الرائعة جدا في كرة القدم الأفريقية والعربية. والحديث عن معلول، كرة فيها تدخل، حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ. سلامات لجراديشار ساقطا في أرضية الميدان اللاعب السلوفيني. أحداث هذه المواجهة، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في المحاولات الماضية، عادت بعد ذلك إلى عيسى فوفانا أبعدت ووصلت في منتصف ملعب المباراة. استلام من عبد الرؤوف، أمامية من عبد الرؤوف، وصلت إلى أحمد سالم والتقدم يأتي. والقرار يأتي باستمرارية اللعب، القرار يأتي، ثم بعد ذلك الراية. الحكم المساعد الأول الجابوني يشير إلى وجود التسلل على عندنا علي عبد الله، عندنا علي أبو شيرين من الأسماء اللي موجودة على مقاعد البدلاء كاختيارات حاضرة للمدرب فلوران إيبينجي مدرب الذين خادروا. وعادت في الجانب المقابل، مرتدة سريعة، لكن شناوي يتواجد في المكان المناسب، يبعد الكرة والخطر من أمام المرمى. انتهت بنتيجة 1-0. هنالك مباراة وحيدة فرق مروان إلى أشرف بن شرقي، يغير مركزه باستمرار مروان. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، يبدو جراديشار مرت من أمام جراديشار وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب.
بعد كرة ومحاولة أبعدت إلى خارج أرضية الميدان. محاولة البافي عادت مرتدة لمصلحة النادي الأهلي، أبعدت لهذا المدرب مع النادي الأهلي، والأمر طبيعي جدا بحكم بن شرقي إلى إمام من هذا المكان. إمام الله الله الله، حلوة الكرة والمحاولة الماضية بالقدم اليمنى للاعب إمام عاشور، والكرة والتسديدة. الكثير من التقارب. هلالية في الجهات اليمنى عن طريق محمد أحمد سالم، الآن أمامي عن طريق سالم، مرت من أمام